لما تيجي النهاردة تشوف واحد زي حسان دهوت وتشوف افتاءاتهم والناس اللي بيطلعوا النهاردة بيتكلموا موجودين، وشايف انت شكلهم وعارف ان دول لا ليهم خلفية دينية ولا ليهم اي حاجة، لكن استطاعوا ان هم يزيفوا عقل مجتمع. وجاء هذا المجتمع من خلال أجهزة الدولة اللي مفترض أنها تمنع هذا، أصبحت هي النهاردة اللي بتدي لهذا الدجال يعني أدواته من الإعلام والتعظيم والتكبير. وزي ما أعتقد لزمي قالت، أو ما أعرفش مين اللي قال من الأفاضل اللي كانوا بيتكلموا، انه قابل مش عارف مسؤول مين وبيقابل مين وبيقابل مين، ويطلع ولد زي زياد العليم يقول لك ان ده رمز لمصر. رمز لمصر مين؟ يخرب بيتك على بيت اللي جابك. رمز مصر مين بقى؟ رمز مصر بقى الدجل والدجالين. احنا في كارثة، ما فيش شك، احنا في كارثة. ولازم نعلم ان في مجتمعنا النهاردة اصبح في جزء كبير جدا جدا مغيب. الجزء ده هو لو تركت له الامور هيقضى عليك، هيقضى عليك. مفيش قدامك غير حاجة واحدة بس، هو الحرب الأهلية، تعميد الدم والنار. لا يقضوا عليك لا تقضي عليهم. انما لو قعدت هتلوث زيهم، لان دول عاملين زي الفامباير، بيقرصك بتبقى زيه، ولادك هيطلعوا كده اهو هيشوههم. يا اخوانا مفيش، لا تملك، لا تستطيع ان تعيد هذه الامة الى وعيها الا من خلال تعميد الدم والنار. صدقوني الناس دي مش هتفوق لوحدها. واذا تركت الامور هؤلاء الناس هيكتسحوا المجتمع، هيبقوا زي الجراد كده اهوت هيكتسحوه، وانت في النهاية هتبقى وقود للحالة اللي هم هيخلقوها دهيت. وهنحرق، هنحرق، هيعملوا لنا محارق، وهيتعاملوا معانا بشكل غير طبيعي. وهو بيحرقك هيبقى بيبتسم وسعيد لانه بيتقرب بحرقك الى الله. فخلاص انتوا احرار. وهنعيد تاني عصر القبلية اللي انتهت من آلاف السنين، عندما كان شيخ القبيلة هو الذي هو الباب إلى الله، وهو الذي يفعل، وهو والناس قدامه مخدرين تماما، وانتوا أحرار. رجعنا تاني يعني بنعود إلى الوراء السحيق، إلى الماضي السحيق. وعزائنا ليك يا شعب مصر. الشيء الوحيد اللي يخرجك من ده زي ما قلت لحضراتكم هو تعميد الدم والنار ومواجهة هذا الأمر. واللي قدامك لن يستسلم، لن يستسلم ولن يترك أبدا 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 كل المزايا اللي أصبح بيتمتع بها داخل هذا المجتمع المتخلف. هيقاومك بكل الوسائل، ولن يجد إطلاقا أي فرصة ينتهزها لقتلك أو التمثيل بيك. فما فيش قدامك غير مواجهته والحرب، فتستعد ليها. إنما تقعد تسكت وتصبر وتنتظر وتقول سلمية سلمية، فأنت مقضى عليك حتما.